السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جيف مي 5. هنتكلم عن مباراة الزمالك امبارح وتعادله اللي بيقرب الأهلي من بطولة أفريقيا، مش من دوري، إن هو يشارك في أفريقيا بأمر الله. الحاجة التانية لعبة اللوتو والفار ما بين زيزو والزمالك اللي مستمرة، اللي هي مش هتنتهي غير بإعلان الأهلي إن زيزو في الأهلي بأمر الله. الحاجة التالتة مدرب الأهلي القادم اللي اقترب كثيرا، محمد رمضان، تنزله عن شوية فلوس عشان يقرب السكة ما بين الأهلي وما بين فرانك فارش النادي المجري. آخر حاجة معانا وتأجيل مباراة الكاس. قبل أي حاجة، النهاردة الجمعة، عايزين نصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليها أفضل الصلاة وأزكى السلامات. ادعوا كتير كل ساعة، في دعوة مستجابة في يوم الجمعة، في ساعة الدعوة بيبقى فيها مستجابة. ادعوا كتير كل ساعة وأكثر من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. ما ننساش سورة الكهف. نبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة الزمالك امبارح، الزمالك من غير تحكيم خلاص انسى. الزمالك من غير التحكيم انسى، رغم ان في ضربة جزاء للمصري امبارح، بس ما كانش في ظلم تحكيمي على الفرق اللي بتتابع الزمالك. او امبارح كان في ضربة جزاء فيها وعليها، وفي طرد على دونجا. دونجا داخل بوش القدم في رجل زي بالظبط اصابة قندوسي بالظبط، بس الفرق ان دي اخف شوية، المفروض على الاقل طرد، ده اللي اعرفه يعني. بس مباراة عدت. جون صراحة ناصر منسي بقى حط جون عالمي، اقل وصف يتقال عليه عالمي، بس عملها بايده وكوره ما تتحسبش. المهم الزمالك خسر نقطتين مهمين جدا في السباق للوصول لافريقيا. ما بنتكلمش على الدوري اللي هياخد التاني، لان اللي هياخد الدوري في الاغلب هو بيراميدز، لان هو ايه بايده يعني، هو كسب كل مباراه خلاص وصل، بس شكرا يعني، خد الدوري. اتمنى من الله ان هو يقع والاهلي يفوق. كل اللي على الاهلي الخمس متوشة اللي جايين حياة او موت، فوز بس. نعيد تاني، الزمالك من غير التحكيم صفر بطولات، صفر كل حاجة، وكان ممكن ينافس برضه في الثمان فرق او التسع فرق اللي هم من تحت. على العموم شفنا امبارح ان اي وقعة، اي لمسة، اي بتاع عايز فاول، تمثيل جوه منطقه الجزاء وتمثيل بره منطقه الجزاء بطريقه غبيه قوي. ولما ما بيتحسبش، والطبيعي ان هم الحكم ما بيحسبش، يهيسوا يهيجوا يعملوا ويهيصوا وبتاع. وازاي انت بتاخد حق مش حقك؟ هم اتعودوا على كده ان التحكيم يساعدهم في ظهرهم. والله لو التحكيم مش في ظهر الزمالك بره، خلينا واضحين، لا منافسه ولا اي بطوله ولا اي شيء، كل حاجه بتتلعب لصالحهم. مجرد بس تحكيم عادل شويه، لان هو برضه ظلم مصر امبارح، اتعادل. ده طبيعه الزمالك، ده فرق الزمالك. ماشي. الحاجه التانية بقى، الزمالك وزيزو. الزمالك يشتكي، زيزو يشتكي. الزمالك يقدم تظلم صحيح الزمالك قدم شكوى للانضباط ليه؟ يعني مش عارف بصراحه. انا عقد ما بيني وبين اللاعب، اقدم شكوى للانضباط ليه؟ مش فاهم. المفروض اللي انا اعرفه شؤون اللاعبين، اللي عمله انا ما اعرفش، مش فاهم ايه وجهه النظر. الانضباط هتوقفه لك عشان خاطر ان هم ما بيضربش معاك؟ ملاش لا حق انها تتدخل في عقد ما بين اللاعب وبين اي فريق. ده اللي احنا نعرفه كوره. هل في قوانين تانية بقى؟ ما اظنش. المهم، المشكله دي مش هتخلص غير باعلان الاهلي ان زيزو بامر الرحمن مع الاهلي في كاس العالم. طيب، ده هينقلنا للنقطه، ناخد النقطه الخامسه نخليها النقطه الثالثه عشان نخش على برضو بفكره زيزو. الزمالك اتحاد الكوره وافق ان يلعب ماتش 5/6، ماتش النهائي في الامارات. طب ده لصالح مين؟ صالح الزمالك على فكره. واللي مستغربه ان بيراميدز يوافق كده. ملخص كده، بيراميدز مركز في افريقيا، وبيراميدز سايب الكاس للزمالك. طب ليه؟ عشان خاطر دي فتره دوليه. هل المغرب هتسيب وليد الكارت والشيبي؟ ما اظنش. وليد الكارت والشيبي شفنا البيراميدز من غير الماتش اللي فات بلح. خلينا واضحين، بيراميدز من غير كارت والشيبي ما لا خط نص ولا وينج يمين ولا باك يمين. باك يمين بيلعبوا فيات بالمقاس زي ما بيقولوا، احسن باك يمين في افريقيا حاليا حرفيا يعني، داخليا يعني. طيب، ونسينا حاجه كمان، فيستون مايلي وخط الوسط بلاتي تري. ما هي بيراميدز هي اللعيبه المحترفين فيها بس،
واحد باك يمين، 2 خط وسط، واحد هجوم. هم مشغلين بيراميدز من غيره فريق في منتصف الجدول زي ما بيقولوا. فالزمالك هيكسب مستريح كاس مصر لو بيراميدز ما لعبش باللعيبه. لو لعب باللعيبه يبقى الزمالك هو اللي ساعد بيراميدز عشان ياخد الكاس. ليه؟ عشان ما ضغطوش. عشان لو كان هيتلعب يوم 20 كان يبقى عنده ماتش دوري، بعد كده يوم 20 بعد كده عنده افريقيا، فهو هيجي لك ماتش الكاس وهو بيفكر في افريقيا مش بيفكر معاك، فانت عندك فرصه ان انت تفوز. ايا كان يشربوا بعض. المهم هو ماتش 5-6 الاهلي هيعلن في ساعتها يوم 5-6 او 6-6 ان زيزو معاه، وهياخده وهيسافر على فكره يوم 2-6 بامر الرحمن ان شاء الله، لان انت مفتوح معاك القيد بتاع كاس العالم لحد 10/6. عشان كده كان الزمالك عايزها يوم 11. قال ايه؟ عشان زيزو ما يروحش مع الاهلي. مفيش الكلام ده. ايا كان اتحاد الكوره رجع في كلامه وقال لك عشان افريقيا. يا جدعان ده كان الاهلي بيلعب في 11 مباراه 11 يوم 3 مباريات. ليه؟ عشان زنقه افريقيا، ولعبنا السنه اللي فاتت الكلام ده. وانت حاطط في لائحتك مباراه بره 4 ايام، مباراه جوه 3 ايام. طب ما هم ال4 ايام موجودين من يوم 20 ليوم 24. ولا هي القواعد والقوانين ما بتتحققش على الاهلي بس باقي الفرق؟ لا. حاجه مزريه وحاجه مقرفه بصراحه. الحاجه الثالثه الرابعه بقى معانا مدرب الاهلي قرب جدا من مارك روزا. فاضل تفاصيل بسيطه. وانا من الاهلي، انت لو عملت حاجه في كاس العالم والمدرب ده هيخليك تعمل حاجه في كاس العالم بامر الله، سيب له. سيب، اتمسك بيه. مدرب هيجي ينقل الاهلي من حته لحته تانية خالص خالص. مدرب ممتاز، مدرب بيرفكت. اتمنى نتمسك بيه واتمنى ان هو يجي عشان هيفرق مع الاهلي كتير كتير كتير. النقطه الخامسه بقى بامر الرحمن محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان تنازل عن 350 ألف جنيه اللي هم $1000 اللي هم عند فريق المجري عشان خاطر يقرب مسافات. ليه؟ الفريق المجري طالب في محمد علي بن رمضان 2 مليون يورو، الأهلي عرض 1.5 مليون. فمحمد علي بن رمضان لو هينزل 350 هيبقى ممكن الأهلي يرفع 200 كمان 200 ألف، يبقى الدنيا هتمشي. هل ده هيحصل؟ هنشوف. اتمنى محمد رمضان جدا، بس زي ما قلت محمد رمضان هيكون موجود بدل السولية. يعني تخيل كده خط وسط الاهلي ديانج، امام عاشور، محمد علي بن رمضان. يا نهار اسود، ايه ده؟ ايه ده؟ هيبقى مفيش فريق في افريقيا يقدر ينافس الاهلي في خط النص. خط النص هيبقى تقيل قوي قوي. هتقول لي ما كان عندنا قندوسي وفرطنا فيه؟ ايوه غلطة ادارة، بس محمد علي بن رمضان اتقل من القندوسي كمان، اتقل من القندوسي كمان. بس بشرط، قلت محمد علي بن رمضان يكون موجود، ديانج ما يمشيش. ديانج هيشيل لك خط وسط من ورا، يكون بديل لمروان عطيه تقيل قوي. يعني مروان عطيه هو اللي هيكون بديل لديانج كمان. تخيل كده خط وسط بتاعك ديانج، محمد علي بن رمضان، وامام عاشور. يا الله، ملوش حل. كانت حلقة خفيفة كده من برنامجكم Give Me 5. انتظروني في حلقات جديدة ان شاء الله واخبار جديدة من الكرة المصرية. سلام عليكم.